يا إلهي، يا ليوناردو دي كابريا، ماذا أفعل؟ لقد انتهيت من شغل البيت، ولكن يوجد لدي هذه البطانية الكبيرة ولا يوجد لدي مساحة في المنزل. ماذا أفعل؟ لا، ماذا بك يا جينيفر لوبيز؟ لماذا أنت حزينة؟ لأن سوف يحضرون ضيوف الآن إلى المنزل، ولا أجد مكانا لأضع هذه البطانية. والله يعني الواحد تعب من شغل البيت، أنا خلاص نفشانة من الشغل. يا جينيفر لوبيز، إن الحل لدي. لقد وضعنا هذه البطانية داخل هذا الكيس، وسوف نسحبها بهذه المكنسة. هل هذا حقيقي أم أنك تكذب؟ والله لو كذبت ترى يمين لا نصير مشكلة كبيرة. كا دج ها هي ها. الضرب بس من جهة واحدة. هيا يا جينيفر لوبيز، سوف أريك ماذا سنفعل الآن. سوف نشغل المكنسة، وبعد ذلك نحطها في هذا القمع، وسوف نسحب منها الهواء ونخرجه خارج نطاق الحارة. لا أصدق يا ليوناردو دي كابريا، لو الكلام هذا صحيح جدا سوف أعمل لك المسقعة الذي تحبها، وسوف أضبطك بالمفرومة. هيا بنا، هيا بنا، هيا هيا بنا، هيا. لا أسحب لك الباركود عيشك بياض بس. فهمت؟ لا. يلا جاهزين؟ دقيقة خلاص، دقيقة نزل. شوف وخر فلوله، وخر عشان يشوف. شوف الشطة، شوف الشطة يا فخم. الله، ها شوف، نزلت. دقيقة ليش تنفخها؟ دقيقة فخم، جهز هذا عشان هتربط اللي تحت رجلك، هتربط فيه. كيف يا جماعة؟ دقيقة ها؟ البطانية تموت. يلا جاهز يا فخم، أول ما أرفع، ها؟ 1